صباح الخير. النهارده معانا موضوع مهم: ازاي تقدم لقطتك الاكل وباسعار كويسه، والقط يحب الاكل ده وما يزهقش منه. النهارده في شويه نقط كده حابه اتكلم عنها. هي ان يا ريت تبعدوا عن الدراي فود. النهارده انا بفطرهم. انا عندي قطط، 4 قطط. القطط بتاعتي في قط استضافة. انا عامله لهم دلوقتي تونة على عيش، خلطة التونة بالعيش علشان ما يعمل لهمش اولا اسهال لو كلوا تونة بس، وتوفير ومغذي ليهم. دايما بضيف لهم العيش ببله او اقطعه قطع صغيرة واضيفه على الاكل بتاعهم. في حاجة كمان، ان انت لما تيجي تحط للقط بتاعك الاكل ما تسيبهوش قدامه طول النهار او على طول، لا، انت بتنظم لهم مواعيد. يعني لو القطط الكبيرة تحط لهم 3 مرات في اليوم، تحط الاكل قدامهم لمدة نص ساعة، وبعد كده اللي كل بالهنا والشفا، اللي ما كلش خلاص ما ملكش دعوة بيه، يبقى هو شبعان. وتحط الاكل لمدة نص ساعة، كلوا خير وبركة، الف هنا وشفا عليهم، وتشيلي الاكل. انا بعمل كده، اشيل الاكل وبغسل الاطباق ومكانهم، وبعديها بساعتين 3 احط الاكل تاني. لكن ما سيبش الاكل قدامهم 24 ساعة. ليه؟ لانهم بيزهدوا الاكل، بيزهدوه وبيزهقوا، ونرجع نقول نشتكي نقول القط ما بياكلش، القط مش عارفين ناكله ايه. لا، الطريقه دي بتخليه ان هو ما يزهقش من الاكل. انا عندي القطط اول ما يلاقوني داخله المطبخ عارفين على طول ان انا يعني يكونوا جعانين، عارفين على طول ان انا بحضر لهم اكله. بيبقوا عارفين مكان الاكل فين، وعارفين مواعيد الاكل ايه. دلوقتي دودي مش عارفه تاكل مع لولي اللي هي واخده المشمشي دي، اللي هي واخده الطبق كله. فدودي يعني اتاخدت عشان مش قادره ان هي، او دودي بتتكسف. انا مش هقدر احط اكتر من طبقين، لان في كمان في طبق في ميه. لوكي ما شاء الله عاجبه الاكل، مع ان عند اصحابه بيتدلع قوي عليهم وما بيرضاش ياكل، وبيجيبوا له تونه بيور ما بيحطوش عليها عيش، ما بيرضاش ياكل. بيجيبوا له فراخ برضو بيور، قطع فراخ، ما بيرضاش ياكل. بيجيبوا له دراي فود اللي هو الكارثه والنكبه على كل الحيوانات، لان هو بيسبب امراض كتير. يا ريت يا جماعه نبعد عن الدراي فود، ولو حبيتوا تاكلوه يبقى مره تاكلوهم، يعني يبقى مره في الاسبوع. الدراي فود ده كارثه بكل المقاييس على القطط، مش بس عشان سعره غالي يعني ما تجيبهوش، لا، هو كارثه على القطط وعلى صحتهم، بيسبب امراض كتير. فياريت ما نكسلش ونعمل لهم الاكل البيتي. القطط بتحب الاكل البيتي زي ما قلت لكم. ما تسيبوش الاكل طول اليوم 24 ساعه قدام القط، لا، هو الاكل قدامه نص ساعه، كل الف هنا وشفا. اهي لولي خلصت اكل ومشيت. دودي رايحه يا عيني تاكل، كانت جعانه اهي. دودي راحت تاكل. نظام ماشيين عليه كده، هم هيرتاحوا وانت هترتاحي.
ما تحطيش اطباق كتير لانهم برضو هيتدلعوا. ما تحطيش لكل قط طبق لان هما هيتدلعوا مش هياكلوا. سيمبا دلوقتي نايم جوه في الصاله، وبعدين هيجي يلاقي الاكل هياكل، وبعدين سيمبا ما بيلاقيهم. هو قط يعني شيك او يعني برضو ذا ليديز فيرست، ما بلاقيهم قاعدين بياكلوا. هو بعد ما هما بيخلصوا هو بيجي، ما بيحبش يتزاحم مع القطط البنات. ميشو كان كده برضو، بس ميشو سابنا ومشي. ما اعرفش، كل ما اجيبه يجري يطلع يجري، كل ما اجيبه يطلع يجري، بينزل في الجراج يقعد تحت. اهي دودي كانت سايبه المكان للولي. وسابت المكان للولي لغايه لولي ما تاكل، وبعدين هي كلت. زي ما قلت لكم يا ريت نبعد عن الدراي فود، نعمل لهم اكل في البيت، سواء كان الجناحة الروز بتاعت الفراخ او التونة. نجيب التونة نفتتها ونضيف لها عيش ونخلطهم ببعض قوي، خصوصا زيت التونة، هما بيحبوا زيت التونة كمان. ما ترميش الزيت من التونة، وقطعي العيش قطع صغيرة جدا جدا وضيفيه على التونة. وممكن لو بطاطس تخلطي يعني تعملي تخلطي البطاطس المسلوقة مع الأكل، برضو هما بيحبوا ده. وزي ما قلتلك ما تسيبيش الأكل 24 ساعة قدام القطط. القطط لما بتلاقي الأكل كتير قدامها طول النهار 24 ساعة ما بتاكلش، نفسها بتزهد الأكل. بس المية هي اللي تسيبيها قدامهم 24 ساعة. أقولولي كلب وبقلظ ومشي هو كمان راح ينام. يلا بينا نروح نشوف سيمبا ونجيبه، نقول له ان هم خلاص خلصوا اكل ويجي هو ياكل.